زي ما عرفنا قبل كده لما بنعمل اكسترود وبنشيل الماتيريال السوداء، في ناس بتظهر عندهم الحوائط نصها طبيعي ونصها لسه اسود زي ما هو، وكمان مفتوحه من فوق زي ما احنا شايفين كده. حل المشكله دي بسيط وسريع، والنهارده هعرفك 3 طرق اهم من بعض. اول طريقه اننا نرجع للكاد ونبص على الحوائط اللي محتاجينها، والاهم من ده كله قبل ما اعمل الخطوه اللي جايه دي ابص على الحوائط بتاعتي ما يكونش موجود فيها اي تقاطع ما بين حيطه والتانيه او خط والتاني، بحيث انها تبقى متفرغه عندي من الداخل وما فيهاش خطوط متداخله. بعدها هنكتب بي اي، اختصار بولي لاين اديت، هندوس ام، هنختار الخطوط بتاعتنا، هندوس يس، هنختار جوينت، اوكي اوكي. وكده كل الخطوط بقت عندي بولي لاين. نرجع ندخلها تاني على الماكس ونعمل اكسترود، هتظبط وهتبقى تمام. تاني طريقة، وانت بتدخل الفايل للماكس من قائمة جيومتري اوبشن، هنعلم على ويلد نير باي فيرتكس، اوكي، هنعلم عليها وندوس اكسترود، نلاقيها ظبطت معانا والامور كلها تمام. تالت طريقة بقى من جوه الماكس، لو انت دخلت الفايل ومش عايز تدخله من تاني، هنختار الخطوط بتاعتنا وهنروح على موديفاي، هنلاقي الخطوط اديت سبلاين، هندوس رقم 1، نختار كل الفيرتكس الموجودة وننزل تحت على ويلد، هنخليها وليكن 0.05، اوكي، وندوس ويلد، هنلاقي الفيرتكس كلها لحمت في بعض. هنخرج بره الايديت سبلاين، هندوس اكسترود، هنلاقيها ظبطت معانا، الشكل بقى كله تمام. لو حابب تتعلم برامج التصميم بطريقة بسيطة وسريعة، اعمل لي لايك ومتابعة وخليك جاهز للي جاي.